يا صباح الخير. صبري نخنوخ أو المعلم صبري نخنوخ أو صبري باشا نخنوخ، المهم صبري نخنوخ. بعد ما ظهرت الراقصة شمس ورجعت تاني فكّرت الناس بالقضية بتاعتها مع سعد الصغير، واللي حصل معاها وإنه إزاي خطفوها من إسكندرية وجابوها القاهرة و4 رجالة من رجالة صبري نخنوخ ودوها لدكتور واجبروا الدكتور ان هو يجهضها او يعمل لها عمليه، وخدوا البنت وكانت في الشهر السابع وقطعوا البنت او اعتبر وقعدوا يضربوا فيها وراجعين رجعوها تاني. عرفت منين صبري النخنوخ؟ لانه هو اتصل بيها على حد قولها انه اتصل بيها وقال لها يا شمس انا بحبك وما تعنديش مع الناس، خلي الدكتور يولدك بدل ما اجي اولدك انا بنفسي او نجيبك هنا ونولدك بلدي. وطبعا فاكرين سعد الصغير قد ايه كان بيدافع عن صبري نخنوخ وسلمه تسليم اهالي لما قال ان هو بيجيب الناس فعلا ويخوفهم بالاسد والقصه دي. والحقيقه ان قضيه صبري نخنوخ والمذيعه، في مذيعه كمان مش عارف اسمها ايه كده، قبضوا عليها وفرجوا عنها ورجعوا قبضوا عليها، كانت بتبيع حاجات باسمه وعربيات باسمه ورجعوا قبضوا عليها تاني لان اسمها جه تاني في التحقيقات. وواضح ان الموضوع اكبر بكتير من قصه معرض السيارات واستخدام القوه والتظاهر بالقوه والعنف. الموضوع فيه مواضيع اكبر من كده، والتحريات واضح ان هي واصله لمرحله اكبر من كده، وفي اسامي كبيره في عالم الفن والمشاهير هتدخل في الموضوع. والموضوع مش بس مجرد غسيل اموال او مجرد استخدام قوه، الموضوع فيه يمكن تجاره اعضاء، يعني في ناس اساميها كبيره هتخش في الموضوع قريب. طيب إحنا عندنا أخطاء كتيرة في الموضوع وفي نُقط كتيرة جدًا في الموضوع. الموضوع يا جماعة إن إحنا بنسيب الناس تتوحّش وبعدين نقول إزاي وصلوا لكده. والخطأ مش بس خطأ أجهزة أمنية أو حكومة، خطأ مجتمع كمان، لإن المجتمع الحقيقة بدأ تختل موازينه لدرجة إن هو بيتقبّل وبيرفع ناس ليس لهم شأن. فهتلاقي مثلًا الأسبوع اللي فات شُفت reel صغير للدكتور مبروك عطية مع ياسمين عز. يعني اساسا انت دكتور مبروك عطيه هذا، يعني هذه القامه الازهريه المحترمه، لما تروح تقعد مع ياسمين عز التافهه الهايفه، يبقى حاجه من اتنين: يا انت موافق على اللي هي بتعمله، يا انت يعني مش مش مدرك قيمتك الحقيقيه. فده غلط جدا. وبعدين بتساله واحد زي عمر كمال بيعمل خير وبيقول هل انا بعمله دوت يعني حرام ربنا ما يتقبلوش؟ فيقول لها الدكتور مبروك عطيه لا، في راي بيقول ان الغنى حلال، فياخد بالراي دوت ويعني وان شاء الله ربنا يكرمه. يا دكتور مبروك، يعني حتى انت الراي الفقهاء اللي قالوا ان الغناء مباح الحقيقه كان ليهم ضوابط، كان في ضوابط للغناء ده. يعني على الاقل كنت قلت له ان في ضوابط. الفقهاء اللي اباحوا الغناء للرجال حطوا ضوابط. طب قول له حتى الضوابط. يعني اذا انت مش عارف عمر كمال وبيغني ازاي وبيغني فين وبيعمل ايه، قول له ان في فقهاء اباحوا الغناء للرجال بضوابط 1 2 3. لكن انت ما قلتش. يعني انت بتجامل عمر كمال وياسمين عز على حساب ربنا على حساب الشرع. فالحقيقه ان برضو المجتمع غلطان. يعني بتحسسك احيانا ان المجتمع عنده نوع من انواع النفاق الغريب، وناس المفترض ان هم ما يوصلوش للمرحله دي من النفاق. مصطفى حسني يقف في مكان خاص مثلا، وواحده يعني يقول كلام مش المفروض انه يتقال يعني بالطريقه دي. الحقيقه ان هذا النفاق المجتمعي للناس لمجرد ان هم عندهم فلوس او عندهم شهره او انتشار، الحقيقه ده لازم يقف. لازم نرجع تاني نقيم الناس بعملها يا جماعه واخلاقها، مش بفلوسها. الحقيقه ان قصه تقييم الناس وانك تتقبل الناس لمجرد ان هي عندها فلوس وصلت لها بقى بطريقه ما، بغسيل اموال، بتمثيل، بغنى، برقص، بتجاره في المخدرات، تجاره في الاعضاء، ده كلام فاضي.
الحقيقة ده خطأ كبير جدًا في المجتمع، خطأ كبير جدًا في المجتمع، خلّى بعض الناس خلّى واحدة جاهلة تطلع تقول لك الممثلين دول أسياد البلد، أنت متخيّل؟ يعني بمناسبة بقى هنتكلم عن الممثلين والمطربين، أنتم عارفين إن حتى الأئمة اللي شرّعوا وأباحوا الغناء رفضوا قبول المغنيين والمطربين شهداء يشهدوا يعني في المحكمة، رفضوا شهادتهم، ما ينفعش الراجل اللي بيغني ما ينفعش ييجي يشهد. فده يعني إحنا عايزين نفرّق ونفهم المجتمع عليه خطأ كبير جدًا، فلازم يا جماعة نرجع تاني نقول للمجتمع خلّي بالكم يا جماعة الناس بقيمها وبأخلاقها وبأعمالها، مش بفلوسها، مش كل واحد عمل فلوس أيًا يكن عملها إزاي يبقى محترم ونتقبّله في المجتمع، بل بالعكس المفروض نلفظ هذه الأشكال من المجتمع، حتى لو معاهم فلوس نبقى مش عايزين نعرفهم، مش عايزين لإن في الحقيقة إن الأشكال دي بتضر الناس. يعني يطلع واحد يعني مش قادر يشتمه أكتر من شتمته قبل كده أحمد سعد، يطلع يقول لك أنا نفسي حد يقول لي كوتي كوتي ويلعب في خدودي، يا جماعة ده يعني ده كلام ونتقبله، وتطلع واحد مش بس كده، مش بس نتقبله في المجتمع، ده يحضر يعني القائمين على حفلات رئاسة الجمهورية يجيبوا أحمد سعد يغني في حفلة حاضر فيها رئيس الجمهورية، وعليه هذا اللغط العظيم بقى له 5 سنين، طب ليه؟ فالقائم يعني اللي بينظم الحفل ده يا اما انه جاهل او انه مغرض. يعني احمد سعد بهذا اللغط العظيم اللي عليه من ساعه ما كان بيلبس يتشبه بالنساء وبيعمل اعمال زباله وبيقول على كلام زباله، كل ده وتروح انت تجيبه تخليه يغني قدام رئيس الجمهوريه، فده معناه ان انت يا اما ان انت جاهل، انسان جاهل ما انتش فاهم بتعمل ايه، او ان انت فعلا بقى موافق وعايز كده، انت عايز كده. فيا جماعه يعني ارجو ان المجتمع يلحق نفسه بسرعه. اشكركم على حسن المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود ودول كلمتين من هنا. صباح الفل.